مفيش حاجة بتقهرني على الأمهات أكتر من إن أنا أسمع واحدة بتسأل سؤال وجودي من وجهة نظرها محتاج يتفجر من وجهة نظري. تدخل تسأل يا جماعة هو أنا في أمل ألاقي شغل علشان ما أحسش إن أنا عمري بيضيع هدر جنب ولادي؟ ليه بقى السؤال ده محتاج يتفجر من وجهة نظري؟ لأنه مطلع رسالتين. أول رسالة إنه اللي بتسأل السؤال دي شايفة إنها ملهاش أي قيمة تذكر لأنه مفيش دخل ثابت أو مسمى وظيفي معين. تاني كارثة هي إن الأم شايفة إن قعدتها مع أولادها وتربيتها ليهم equals هدر، هراء، هباء، ملوش أي معنى ولا إضافة، صفر على الشمال. إلى جانب بقى إنه العقلية دي محتاجة تختفي. أنا اللي بيقهرني بجد إن هم نجحوا يحسسوكي إن أنتي فعلا ولا حاجة. هي دي المصيبة بالنسبة لي. قدروا يحطوا لك فريم معين ليكي كست وكأم، لو أنتي بره الفريم ده فأنتي ما عندكيش أي حاجة بتضيفيها في الدنيا. المصيبة من ده إن الفكرة دي نفسها إن أنا ماليش قيمة وأنا مش بعمل حاجة، مش بضيف حاجة على الدنيا، هي بداية الزحليقة اللي هتنزلنا في أمراض الاكتئاب والقلق والتوتر. وبعد الشر عننا كلنا إن أنا ممكن الاكتئاب يتملك مني، فأبدأ يبقى عندي أفكار انتحارية اللي هو أنا بعمل إيه هنا غير إني بتعذب بتقدر، يلا بينا نمشي من هنا. فشايفين ان السؤال بيعبر على يعني او بيحتوي على كام طبقة من المشاكل. اللي بتسأل السؤال ده ما عنديش شك انها ولا مستمتعة برحلتها في الأمومة، ولا مستمتعة بولادها، ولا ولادها حاسين انها مستمتعة بيهم، ومش حاسة انها انسانة عندها ثقة نفس كافية تزقي بيها الحياة وتكون قدوة كويسة لولادها. جدا يكون عندها فترات بتحس باكتئاب شديد، مش هقول انها دخلت في المرض بس هو ده اللي هتبقى داخله عليه لو الفكره دي تمكنت منها بجد. قلت قبل كده في فيديوهات كتير ما تسيبوش حد يعبلكوا دماغكم بافكار، لازم تحللوا وتفكروا ويكون ليكم مرجعيه علميه اكتر في اللي انتوا بتقنعوا نفسكم ان هو ده الستاندرد للحياه. قلت برضو في فيديوهات كتير ان الامومه نعمه وتاج، لو ربنا لبسهولك واراد ان ده يكون دورك محتاجه تحسني فيه الى ابعد الحدود وتشغلي نفسك بازاي ممكن اعمله باحسن طريقه، اعلى من ان انا بحط الفطار واشيله واحط الغدا وبعد كده احط العشاء. انا عارفه ان موج المؤثرات الخارجيه كان عالي وعرفوا يملوكي فعلا حاجه محتاجه تمشي عليها. طب ايه رايك ان احنا نسال نفسنا طب هو ربنا في الاساس خلقني ليه وعايز مني ايه؟